أهلًا بيكم النهارده معايا ضيفة بيتهيأ لي طلعتِ قبل كده في podcast والّا لأ؟ طلعت بس مش في مصر. طب الحمد لله، يبقى أول مرّة تطلع في مصر في podcast معايا أسماء إبراهيم، ازيك يا أسماء، ازيك يا أخبارِك حسام؟ إيه؟ كله حلو. كله تمام؟ كله حلو. يعني إيه دوبامين؟ انا كنت عايزه اسالك يعني ايه دوبامين؟ بُصّي بقى يا ستي، اه. الدوبامين ده هو هرمون المكافأة، هرمون السعادة. امم. هو هرمون اللي لمّا بييجي لنا آآ إحنا عندنا في الجسم أكتر من 50 هرمون، ده على حسب قرايتي علشان ما حدش يمسكها لي يعني، أكتر من 50 هرمون، من ضمنهم في هرمونات أساسية، خلاص؟ اوكي. هنعرفهم النهارده على حسب شخصيتك، من أهم الهرمونات اللي بتسبب سعادة للناس هو هرمون الدوبامين. مم. إمتى هرمون الدوبامين بيبقى عالي عندك؟ لمّا إيه بيحصل؟ لما بنجح في شغلي، لما بعمل حاجه كويسه بحس ان انا سعيده قوي. وإيه تاني؟ ولو مش حاجة في الشغل؟ في البيت بقى وانا قاعده مع الولاد بلعب مع الولاد كده، بحس أنتِ ان انا عندِك إيه؟ بيبي. أنتِ عندِك كام؟ عندي اتنين، عندي ادم 6 سنين ومليكه 8 سنين. ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا يا ستي. رب. أنا هالعب معاكِ لعبة يا أسما، يلا بينا. يالّا. شايفة الزهرة دي؟ اوكي. امسكي الزهرة. اجيب ده شويه. أيوه، أيوه بقى. بُصّي بقى، مهم. أنتِ طول ما أنتِ قاعدة بhard talk وبتقعدي بقى تضايقي الناس وبتقعدي تسألي الناس أسئلة غير طبيعية، مع إنِّك أنتِ في الحقيقة مش كده. إيه اللي رماكِ على المُر ده؟ اللي امر منه. إيه اللي حصل؟ إيه مش شخصيتِك، ليه بتعملي كده؟ مش شخصيتي بس شغلي. إمم، فحبيت الفكرة، يعني هم حاولوا يشرسوني شوية. إمم. حبيت و الموضوع. و فكملت. واتشرستِ؟ اه. متأكدة؟ اه. طب أنا هاسألِك تجرب. أسئلة لأ، طيب. لأ. هتسأليني أنتِ سؤال في آخر الدوبامين ده، أمّا نشوف هتسأليني هتقولي لي إيه، وأشوف أنا هارُد إزاي. ماشي. بُصّي بقى، إحنا هنلعب اوكي. لعبة. يلا بينا. إحنا النهارده عندنا 12 كارت، خلاص؟ مهم. ال12 كارت دول يا أسمع عبارة عن 12 هرمون أو خلّينا نقول 13. اوكي. ال13 دول يعني قريبين من شخصيتك، أوكي؟ تمام. حضرتك هتمسكي الزهرة مهم. وتلعبي، مش أنتِ بتخلّي الناس ترول؟ ايوه. أنتِ بقى هتمسكي الزهرة وتلعبي. الرقم اللي هيطلع لِك هينعكس على كارت من الكروت، اوكي. هتقومي واخدة الكارت، هنشوف هو هرمون إيه ونسألِك فيه أسئلة. ماشي. جاهزة؟ جاهزة. حاسة إيه أكتر شكل أنتِ نِفْسِك تعرفيه؟ مش هاقلبه لِك بس عايز أعرف. انا عاجبني قوي الشكل اللي هو سمايل فيس ده، الهابي ده. ده اه. happy ماشي، أمّا نشوف هييجي لنا والّا لأ، ده رقم 4 ان شاء الله هاجي. بإذن العب. الله. العب يا زهر. عايزه اقول لك انا مش بعرف ارمي زهره اصلا. مش مشكلة، أهو رقم 5. ايه ده؟ قوه. ده هرمون التستوستيرون، اوكي. هرمون القوة. امم. هرمون التستوستيرون برضه عشان الناس تبقى عارفة رقم 5 أهو علشان نشرحه للناس، هو هرمون القوة أو النمو بيربط ما بين الرجالة في النمو وعلى فكرة بيبقى موجود عند السيدات لبناء العضلات. مهم. إمتى حسيتِ إنِّك أنتِ فاقدة القوة في حياتِك؟ كنتِ ضعيفة بشكل غير طبيعي في موقفٍ ما. ضعيفة هي. ممكن أقول فترة انفصالي، كنت حاسة إن أنا مش متزنة نفسيًا زي دلوقتي. بس. عشان كنتِ بتحبيه أوي والّا علشان خاطر ط مت م مت يعني هو كان يعني هو الحمد لله رجعنا أنا لبعض عارف، يعني. أنا عارف. بس اللي هو كان يعني اللي هو حاجة أساسية في حياتي. أقدر أعرف الانفصال ده كان سببه إيه أو مشاكل، يعني كنت طفلة شوية، دماغي كانت أي حد ممكن يقول لي كلام أصدقه. ولو رجع بيكِ الوقت لورا، إيه النصيحة اللي تقوليها لنفسِك؟ تسمعيش كلام حد وما تدخّليش حد حياتِك زيادة عن اللزوم. وافرضي ممكن اللي نسمعه ده فعلًا، فعلًا، فعلًا بيتواكب مع الشخصية، فبيخلّي البني آدم بيفكّر إنه صح. يعني أنا ممكن ساعات كتيرة جدًا أسمع كلام عن أسمة يخلّي دماغي تروح وتودّي وتجيب، فغصبٍ عني بالفطرة أصدّق. بس أنت عندك عقل وعندك دماغ، بتفكّر. أنت مثلًا عارف الشخصية دي أكتر ما أي حد تاني عارفها، فاهم قصدي؟ فما إمم. تسيبش أي حد يلعب بدماغك في أي حاجة في الحياة دلوقتي. وفضلتِ حاسة بالضعف ده لمدة قد إيه؟ فترة الانفصال كلّها، كنت حاسة إن أنا يعني على قد مش ضعيفة على قد ما أنا، مع إن الفترة دي إن أنا اشتغلت فيها أصلًا، أيوه. بس على قد ما أنا في حاجة ناقصاني كبيرة أوي. فدي كانت محسّساني بإن أنا مش بكامل القوة اللي أنا فيها دلوقتي. وعملتِ إيه عشان ترجعي؟ لأ، ما عملتش حاجة، هو اللي عمل. بجد؟ ربنا يا رب يديم المودة آمين ويديم يا رب. يا رب العالمين. عمرِك مرّيتِ بلحظة إمم. حسيتِ فيها إنه
إنِّك ضعيفة جدًا غير ده، إمم. غير فترة الانفصال، إنِّك ضعيفة لمجرد إن أنتِ سمعتِ خبرٍ ما، حاجة أثّرت فيكِ جدًا وما كنتيش تتخيّلي إن ده ممكن يأثّر فيكِ وأثّر فيكِ؟ لمّا بنشوف الأطفال في فلسطين والمنظر ده، أنا باكون مش عارفة أمسك نفسي أصلًا. يعني إحساس أم بقى، فاللي هو أنا مش قادرة أعمل لهم حاجة، فاهم؟ فده بالنسبة لي منظر مأساوي لدرجة إن أنا ما بقيتش قادرة أشوفه. بتتقهري وبتتعبي نفسيًا، جدًا. وبتعملي إيه؟ مش بتقفلي بابقى والّا مش قادرة، يعني مش قادرة أتخيّل أطفال بالمنظر ده، في الوضع ده. بييجي لي إحساس الأم أوي، اللي هو لأ مش قادرة، ومش قادرة أعمل لهم حاجة. يعني مش تقدر تعمل لهم حاجة، أنت فاهم، أنت فرد. طبعًا. فبتحس بإن أنت ضعيف أوي ساعتها. يا رب، يا رب، يا رب يفُك ابتلائهم آمين يا يا رب، رب آمين العالمين، يا يا رب. رب العالمين. بما إننا بنتكلم على هرمون الذكورة أو هرمون القوة، الراجل بيمثل لِك إيه في حياتِك؟ فكرة الراجل، لو قُلنا الراجل في 3 صفات، ممكن يبقى إيه؟ سَنَد، احتواء، إمم. دلع. إمم. دلع، هو يدلّع. طبعًا. ها، ومين ممكن تحسّي إنه ده لو الراجل ده فيه الصفة دي، يبقى بالنسبة لِك راجل ناقص تمامًا؟ يعني إيه؟ يعني مين الراجل الناقص من وجهة نظرِك؟ يعني في راجل مثلًا 3 صفات عن إمم، الراجل الكامل اللي إمم، بالنسبة لِك، السَنَد والضهر إمم. والدلع وكده، إنما في مين أنتِ بتشوفيه إيه إخس عليك، بقى ده منظر راجل، بقى دي طريقة رجالة، بقى دي صفة رجالة؟ الكدّاب، إمم. الاستغلالي، الخاين. يعني ده باحس إن هو أ يَعّا أوي. عمرِك شُفتِ واحدة من صحابِك أو من السيدات اللي حواليكِ اتعرّضت للخيانة وكنتِ بتعملي إيه؟ تقولي لها إيه، بتنصحيها بإيه؟ أنا من وجهة نظري الخيانة ما ينفعش أقول لها معلش استحملي وسامحي، لأ، يعني لأ، خيانة يعني مش موجودة خلاص. no way، خلاص. خلاص، خلاص اللي هو بلا رجعة في أي حاجة في الحياة. ما تسامحش، لأ. هتخرب بيتها، ربنا هيعوضها بالأحسن. معاها عيال، ربنا هيكرمها هي وهُم. أصل آآ الخاين ده مش خاين إنه عرف واحدة وخلاص. الخاين ده هيبقى إنسان كدّاب، هيبقى إنسان خاين للأمانة في أي حاجة، هيبقى إنسان استغلالي لإن هو بيستغلها وبيستغل مشاعرها وهو بيخونها. الخيانة يا جماعة مش اللي هو بس بيروح يبقى على علاقة بواحدة وبيرجع البيت تمام، فمعلش استحملي، لأ طبعًا. طب لو نزوة؟ نزوة. الخيانة ممكن يبقى طبع فيه آه. ومكمّل، نزوة تسامحي فيها والّا لأ؟ لأ، ما أقدرش. إمم، كل حد بيغلط، كل إنسان بيغلط، بس خلاص الثقة راحت، مش هاقدر أبنيها تاني. أنا شخصيًا كده، ما أقدرش. مش سهلة برضه. أنا مسميني جبروت امرأة صغيرة. ج جبروت امرأة صغيرة، حلو ده، خدي الزهرة حاسبي تُقع، يالّا. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 رقم فين 8 ده؟ فين 8 تفتكري إيه ده الشعر إيه؟ المنكوش ده؟ ده مش شعر، تفتكري ده إيه؟ إيه الطاقة السلبية يعني والوَش والحاجات دي والّا إيه؟ كورتيسول، هرمون الإجهاد. أوكي. أوكي. إمم. رقم 8 نشرح بقى للناس، هرمون الإجهاد لمّا يكون الواحد stressed جدًا، جدًا، جدًا ومُجهد جدًا، الهرمون ده بيساعد الجسم على قد ما بيقدر إن بيزيد sorry الهرمون ده بيزيد جدًا، جدًا، جدًا وبيخلّي البني آدم ما يعرفش ينام. إمتى حسيتِ إن أنتِ الدوشة اللي حواليكِ سببت لِك إجهاد وبس كفاية، كفاية، إمتى؟ لمّا باخلّص سيزون رمضان. أنتِ أصلِك أنتِ بتعملي عمايل في رمضان، أنتِ بت بت أنا آخر يوم ده اللي هو مثلًا أسما مش عارفة أقول لهم ولا حد يقول لي أسما، إمم. ولا تجيبوا سيرة أسما، ولا تتصلوا بأسما، وما لكوش دعوة بيّا. بُصّوا أنا هاعمل لكل الناس بلوكات. في أكتر ضيف سبب لِك توتر أو مش هاسألِك مين عشان أكيد مش هتقولي. أكيد هو لأ مش توتر، بس في بني آدمين شفاطين طاقة أوي يا حسام، أنت عارفهم طبعًا. إمم. تبقى قاعد معاه اللي هو أنا مش قادرة. بتعملي إيه؟ والله أنا شخصيًا باشحن نفسي طاقة إيجابية، اللي هو إن شاء الله الحلقة هتعدّي، إن شاء الله الموضوع هيخلص، إن شاء الله عارف بيني وبين نفسي، بس مجرد ما الحلقة بتخلص خلاص باكون فعلًا مش قادرة، مش قادرة حتى أتفرّج على الحلقة دي. بذمتِك؟ والله. حصلت معاكِ في كام ضيف؟ لأ 2، 3 كده مش كتير صراحة. ضيف والّا ضيفة؟ لأ كفاية كده. لأ آآ أيوه في وفي، يعني في وفي، بس طبعًا كلّهم على يعني على ليهم كامل الاحترام، بس في ناس كده اللي هي هُم ما بيقولوش حاجة غلط أو مش بيتعاملوا بأسلوب وِحِش، بالعكس لطاف جدًا، بس هو كده ربنا بيخلق بني آدمين شفاطين طاقة.
إمم. بتتعاملي مع التوتر إزاي في المطلق في حياتِك؟ أقول لك الصراحة، بالعكس. باقعد في الأوضة عندي أشغّل شموع كده، شوية music، أحُط حاجة أنا باحبها أتفرّج عليها، آمم أطلّع نَفْسي من الmood ده، خلاص الموضوع بيخلص. عرفتوا ليه بقى لمّا قُلت لها من الصفات اللي بتحبيها في الراجل، هي قالت لك الدلع؟ تقول لك أشغّل شموع وأعمل شوية حاجات، تهيّص نفسها وبتدلّع نفسها. أنا مش عايز أتكلّم معاها في هرمون الإجهاد، إحنا هنتكلّم معاها في هرمون السعادة. اتفضلي يا أستاذة. أشتات الحاجات دي، أنا نقعد أحب بقى. أهيّص نفسي وأدلّع بالضبط نفسي. كده، أنا نعيش أنا كام ناقصة. مرّة، إيه ده؟ أنا أعرف الناس بس في حبر وجع سر. القلب ده. رقم 6 6. والّا 9؟ 6. 6. 6. فين 6 هنا؟ سبحان الله، إيه؟ سبحان الله. أوكي. هرمون الأنوثة. أوكي. طيب أستروجين. إمم. لا طب أنا هاسألها سؤال بالعكس، إمتى كرهتِ إنِّك أنتِ سِت؟ عمري. ممكن مثلًا واحدة تقول لي أنا كرهت إن أنا سِت من كتر التحرُّش، حد التحرُّش، كرهت إن أنا سِت لإن المجتمع مش مدّيني نفس حقوق الرجالة في حاجات معيّنة. عمري ما أكره إن أنا سِت بالعكس. يعني تحرُّش مش تحرُّش، المجتمع مش مدّينا حقوقنا، بالعكس إحنا واخدين حقوقنا. ثانيًا عمري ما أكره أنوثتي، بالعكس أنا أكتر حاجة باحبها. عُمر كانت أنوثتِك هي سبب في عقبة في تحديد هدف من أهدافِك؟ بكل صراحة. علشان أنتِ سِت، يا عم بقى دي سِت يا عم إيه اللي هيخلّيها تيجي، لأ دي سِت مش هتعرف تكمّل، لأ وفعلًا بعد كده أنتِ أثبتِّ العكس، بس هل كان في وقت من الأوقات كانت عقبة في إن أنتِ تحققي ممكن أهدافِك؟ في بداية شغلي، اللي إمم. هو يعني بتتدلّع شوية كده، لكن لأ، لقوا إن أنا استحملت وكنت باجاهد أوي، يعني كنت ممكن أقعد بقى قاعدين يومين بنصوّر ورا بعض حلقات، فما كانوش متوقعين منّي ده، إمم. لكن في أي حاجة تانية لأ. أ احكي لي على في سِتات في حياتِك بما إننا كنا بنتكلم على الأنوثة، إمم. اكتشفتِ إن هي صاحبتِك مثلًا وبتغير منِّك، أو اكتشفتِ إن في ناس سيدات يعني بما إن في ناس كتيرة جدًا من السيدات يقول لِك إيه، أنا أصحابي ولاد، أنا أصحابي رجالة، أنا ما باحبش أعرف غير الرجالة لإن أنا البنات ما باعرفش أتعامل أنت معاهم. عارف إن أنا الأنتيم بتاعي مين؟ مين بقى؟ حاتم أخويا وإيهاب العدلي. حاتم أهو قدامي أهو، إزيك يا حاتم عامل إيه؟ أنا كده، دول أنتيمي أوي. يعني بُص أقول لك على حاجة، أتكلّم معاك بصراحة، يا ريت. آمم ممكن ربنا يكون مدّي الأشخاص نعمة، فلمّا بيكونوا على علاقة بصحاب ستات كتير أو كده بيستكتروها عليهم، ياه! فبييجي ده الغيرة والحاجات زي كده. أنا مصاحبة ناس كتير أوي صحابي، بس أقرب ناس ليّا أو القريبين منّي اللي أنا قُلت لك عليهم، غير كده الباقي كُلّه صحاب ومعارف وأصدقاء، ناس كويسين جدًا، بس أنا مش عايزة أدّي مجال قُرب over عشان ما نخسرش بعض. هل حصل إنِّك أنتِ في حد كتير. إيه اللي حصل؟ غيرة، نفسَنة، يعني بتوصل إن هي ممكن مثلًا حد يقول لي في وشي اشمعنى ربنا مدّيكِ كل حاجة وأنا أعوذ لأ، بالله. فده أنا مش عايزة أستنى ده تاني يعني، أعوذ مش بالله. عايزة أستحمل ده تاني و فاهم؟ و و واتصرّفتِ إزاي؟ قُلت لها: "استغفر الله العظيم يعني يا رب يعني أنتِ بتسألي ربنا كده، إيه اللي بتقوليه ده يعني دي حاجة بتاعة ربنا مش بتاعتي." واتصدمتِ فيها والّا كنتِ متخيّلة من لأ الأول اتصدمت أكيد، بس اللي هو يعني طَب تمام أوكي، يعني اللي هو مش عايزة أكرر التجارب دي تاني، مش حابة ده، يعني أنا وقتي أصلًا ما عنديش صحاب كتير، أنا علاقاتي قليلة جدًا، وقتي لبيتي، لشغلي، أخويا، مامتي، علاقتي ضيّقة أوي، حياتي كلها مش سايباها open كتير، إمم. يعني أنا ما باحبش الدوشة، ما باحبش اللمة الكدابة، ما باحبش الهيصة، ما باحبش طاقتي تروح على الفاضي. إمم. باحب أدّي كل حاجة حقّها أوي، وعشان أدّي كل حاجة حقّها لازم أوفّر طاقتي ووقتي، إمم. يعني وقتي على قد الحاجة اللي بتخلّيني سعيدة، اللي هو ولادي وجوزي، أخويا، مامتي، شغلي، الحاجات اللي هي في الآخر الناس اللي هي يوم ما أقع أو أكون فيّا أي حاجة هالاقيهم جنبي، إمم. لكن هيصة ودوشة ولمّة كدابة لأ خالص، أنا في يعني في حاجات الناس ما تعرفهاش، أنا أصلًا شخصية بتنام بدري. لو جوزي قاعد في البيت ومش رايح في حتّة، أنا قاعدة في البيت ما باتحرّكش، إمم. تخيّل؟ لو يعني في rules كده عندي حاطّاها لنَفْسي، دي مريّحاني أنا، وباعداني عن التوتُّر ووجع الدماغ والقيل والقال وحصل وده عملت ودي خلِّت، هيصة أوي، دوشة كدّابة أوي. م أنتِ مسمياها دوشة كدابة، في ناس آه. تانية ممكن تقول شايفة نَفْسها، لأ خالص، إن لأ أنتِ ما خالص. لكيش صحاب، يعني لأ إنِّك أنا أنتِ ما ليّا صحاب بتصاحبيش حد. كتير جدًا،
كتير من الوسط وبره الوسط، وصحابي وحبايبي قوي بحبهم ونكون مع بعض في المناسبات. انا بتكلم عن يعني العلاقات الكلوز قوي، اللي هو مين جوه حياتي قوي. انا مش مديه مساحه فاضيه قوي في حياتي. يعني مثلا لو انا عندي وقت والوقت ده انا قاعده متضايقه فيه، مش هكلم ناس صحابي ولا نخرج ولا نعمل، لا خالص. ممكن اخش اعمل ماسكات، العب مع ولادي. اه والله. انزل اعمل اكله حلوه ليهم، ما بهزرش. هتتحسد يا جماعة. قالت لك لما بيبقى عندي مشكلة بدخل أعمل ماسكات. إيه الماسك اللي أنت بتعمليه؟ إيه أكتر ماسك بتعمليه كويس؟ حاجه كده ما بعشقها. تابعتيش ماسكاتي قبل كده أنت لا لا كمان؟ لا، خد الجديد بقى. أنا كنت بعمل حاجات على خد فكرة. الجديد بقى خلاص. اتفضلي خلاص اتفضلي. بص، عارف في لبان الدكر؟ عارفه. انقعه. ها. اوكي، خد الميه بتاعته حطها على الباودر بتاعت الشوفان، اطحن الشوفان وعليها ربع معلقه عسل وزبادي. ها. سيبه على وشك نص ساعه، ساعه الا ربع. اوكي، بعديها شاور سخن. سيب بقى كل ده ينزل في الشعر ساعتها المشكلة اللي عندك هتتحل خالص. هتحس ان انت فريش وهابي كده ساكت. الحمد لله، هرمون الأنوثة. ايوه. لا بس والله العظيم ربنا يديمها عليكي، اللهم ربنا امين يا يا رب رب. يديمها عليكي، إنه ناخد كل الحاجات بطريقة إيجابية. طب اقول لك على حاجه. آه. انت مش لما تكون في زحمه كتير و... وحلقات كتير ودوشه كتير، هتلاقي كل يوم حد ملبسك في حوار، وحد عامل لك حاجه، وحد قايل لك مش عارفه ايه، ومين حصل ايه، ودي بتقول عليكي، وده بيقول كذا، وده فلانه بتقول. ايه التوتر ده؟ انا هنجح ازاي واشوف ولادي ازاي وبيتي وجوزي وحياتي ازاي؟ لا، الوقت ده انا اولى بيه الصراحه. صح. والله صح، إن أنتِ لمّا بتدخّلي ناس too much في حياتِك أو بالظبط. الناس تبقى موجودة، تحسّي في حالة صخب بشكل غير وليه طبيعي. الوقت نقعد نتكلم فلانه عملت ودي خلت ايه ده؟ ايه ده؟ ما بحبش over الكلام، ها؟ ما بحبوش. يالّا نلعب؟ يلا نلعب. لأ أنتِ اللي هتعمليها، أنا طب انت مش دي تلعبها بقى؟ يعني خلاص المرّة الجاية ألعبها لِك. ماشي. رقم 6 والّا 9؟ 6 تقريبًا. 6. لإن 9 خلاص مش إحنا خدنا خلاص 9؟ يبقى ناخد 6 تفتكري ده هرمون إيه؟ تصدّقي أنا ما حدش أخده قبل كده ده. والله والله. الجديد كله. تفتكري إيه؟ أنا ما أعرفش، تفتكري إيه؟ مش عارفة، بس أنا حاساها حاجة إيجابية. أنا كمان، هو فعلًا حاجة إيجابية. عشان شمس هرمون السيروتونين رقم 6. إمم. أوكي، هو هرمون الهدوء، هرمون الهدوء والسلام. طيب، هرمون السيروتونين لمّا بيعلى بيساعد على الشعور بالهدوء، بينظّم المزاج، بيخلّي عندك هدوء وسلام داخلي، وده بيحصل إمتى؟ ده بيتفرز لمّا الواحد بيتعرّض للشمس، لمّا الواحد بيلعب رياضة، وبيزيد لمّا الواحد بينام كويس جدًا. إمم. إيه أكتر وقت بتحسّي إنِّك أنتِ الحمد لله رب العالمين في حالة هدوء وسلام نفسي، لمّا إيه بيحصل؟ انسي الشغل بقى، ما تقعديش تكلميني عن لأ، الشغل. مش هاقول لك على الشغل. هدوء والسلام النفسي بالنسبة لي وأنا قاعدة في البيت، أنا معوّدة الولاد على حاجة كده. إمم. بنعمل مثلًا كل يومين حاجة زي night family. نشغّل أي فيلم هُم يحبوه، أعمل لهم فشار. يعني إضاءة تبقى هادية، إمم. قاعدين بنتكلم مع بعض، إمم. كل واحد بيقول أفكاره، فبتحس إن أنت قاعد في هدوء وسلام نفسي. السلام النفسي ده مهم جدًا، إمم. إن أنت ما تبقاش شاغل دماغك ب بفلان مش عارفة أعمل إيه، فلانة عملت كذا، أصل مش عارفة لازم أعمل إيه فأردها لها. ده توتر وجع دماغ. إمم. عمرك ما هييجي لك سلام نفسي طول ما أنت بتفكر بالطريقة دي، إذا كان راجل أو ست. إمم. لكن لو أنت مكبّر دماغك من الدنيا كلها ومركّز في اللي ربنا مديه لك وبتنمّي فيه وبتحافظ عليه، نعم ربنا علينا كتير أوي. جدًا، وكلنا على فكرة مش إمم. شرط إن النعمة تبقى فلوس، مش شرط إن النعمة خالص، تبقى جمال، مش شرط النعمة خالص، خالص. سبحان الله كل واحد. إن أنت قاعد بين 4 حيطان وعندك سرير، دي نعمة. صح. لاقي مَيّة بتشربها، دي نعمة. نِعَم ربنا كتير أوي. ركّز في اللي عندك واللي تملكه وحاول تستمتع بيه. ده سلام نفسي أوي، ده هدوء، ده راحة بال. أنا ما ليش دعوة بمين عمل والّا مين خلّى والّا مين لابس إيه والّا مين رضا، عنده. اللي أنتِ بتقوليه ده اسمه رضا، بالضبط. إن واحد راضي فعنده الحمد سلام لله، نفسي، الحمد لله فربنا يا رب. بيدّيك أكتر. والله العظيم حسام، أنا بيحصل معايا مواقف غريبة جدًا. يعني مثلًا إيه، أكون مثلًا هاقول لك على حاجات تافهة، شايفة حاجة عجبتني مثلًا ورُحت آخُدها ما لقيتهاش، خلاص؟ أنا باكلمك في حاجة تافهة مثلًا. طب خلاص مش مشكلة، تاني يوم ألاقي حاجة عندي، سبحان الله. في شغلك، في أي حاجة في الحياة، في أي حاجة. سيبها على ربنا، اللي هو أنا راضية يا رب، يعني أنت كافئني، أنا مبسوطة يا رب، شكرًا على كل حاجة. ربنا هيدّيك وهيراضيك أكتر وهيسعدك، لإن أنت راضي، أنت مبسوط، أنت مرتاح حتى لو بالقليل. مش لازم الكتير هو اللي يسعد، ممكن حاجة صغيرة أوي تبسطك. ممكن تبقى قاعد أنت
متدفي في بيتك مبسوط تقول الحمد لله يا رب، غيرنا مش لاقي الغطا ده. فلما تلاقي حاجه زي كده، يعني مثلا انت دلوقتي قاعد افتكرت الدفى اللي انت قاعد فيه وفي غيرك بره بردان، اعمل ده، انزل غطي حد، انزل ساعد حد، ياه ربنا هيردها لك اضعاف. صح، صح. ولإن كمان عايز أقول لكم على حاجة، في ناس كتيرة جدًا الحمد لله رب العالمين، في ناس ما بتعرفش تدخل حمام، طبعا. في ناس ما بتعرفش تشرب مَيّة، صح. في ناس ما بتعرفش تمسك الحاجة، في صح. ناس إيديها بتترعش. فممكن اللي إحنا فاكرينه مُسلَّم بيه بتاعنا، دي يبقى نعمة غيرنا مش كبيرة عارف عند يعمله، ناس، مش غيرنا عارف ناس يعمله. محرومة منها كتير. ف عشان كده بقول لك لو انت مثلا قاعد صحتك الحمد لله كويسة ومبسوط، والله العظيم ممكن تروح مستشفى من مستشفيات تتبرع بنية ان يا رب الحمد لله صحتي كويسة فحافظ لي على الصحة دي. انت قاعد مثلا في بيتك، يا رب الحمد لله رزقتني ببيت وولاد، فانا يعني مثلا في ناس برضو في مستشفيات بتعمل اللي هي الاطفال والحاجة، صح. روح اتبرع. كل حاجة عندك ربنا مديها لك وعندك نعمة، اتبرع للناس عشان بنية ربنا يحافظ لك على ده. ده في حد ذاته ربنا عمره ما هيضيعه، وهيجيب لك سلام نفسي وهيجيب لك هدوء وراحة وبركة ورزق وكل حاجة. ونعم بالله. إيه موقف أو إيه وقت حسيتِ إن الهدوء اتسلب منِّك؟ حسيتِ إن أنتِ إيه؟ هدخل عليه من بكرة. لأ، أنتِ كده اللي بتسلبي منهم الهدوء. إنما الهدوء اتسلب منِّك أنتِ، حسيتِ إيه هو اللي بيحصل ده ليه؟ اه ده كتير. اللي بيحصل ده ليه؟ إيه اللي حصل عشان يحصل كده؟ انا إمتى؟ بعد كل سيزون بقول لك ايه، انا هعتزل انا هعتزل. أنتِ في ناس بتهاجمِك كتير، فبالتالي ده بيعمل لِك حالة من أنواع التوتر وعدم خالص اقول الهدوء؟ لك حاجة، انا بحب ده، لا يا شيخ، والله العظيم بحب. ما بييجيلكيش كده حالة نفسية كده، لا إيه اللي أنتم خالص، ليه؟ بتقولوه ده؟ تعدي مرور الكرام وتبقى ولا كأنك عملت حاجة، ولا اللي يقعد يهاجمك، واللي يقعد يتكلم، واللي يقعد يقول، واللي يعملوا لجان عليك، واللي يعملوا حملات عليك، يبقى انت كده مؤثر. هو موضوع الحملات ده حقيقي بجد اه طبعا والّا حقيقي، باحسه يبقى انت مؤثر، يبقى انت ناجح، يبقى انت تعبهم. مش شرط، لا شرط. لا مش شرط، لا شرط. لا مش شرط. لا شرط. طب ما أنا ممكن أي حد يمشي في الشارع ويقول أي حاجة ويشتم هياخدوه يبقى ترند ويعمل أي حاجة ويقول لِك أنا مؤثر. ده اللي هو عمل حاجة لقطة وعدت، لكن طول ما انت بتشتغل صح وناجح ومضايق ناس كتير، طب ما ده اوكي، ده نجاح، ده لطيف، ده حاجة حلوة قوي. إيه اللي ممكن يخلّي بني آدم يتضايق لنجاح بني آدم تاني؟ مش قادر أستوعب. الغيرة. مش ليه؟ الغيرة ما ليه؟ حصلتش معاك، ما تقولش آآ لا. ممكن ممكن، بس اه. أنا لأ، أنا باتكلم مش مستوعب ليه؟ اهو ده بقى عدم الرضا، اهو ده عدم السلام النفسي، اهو ده اللي بيبص في حاجة غيره. بس صدقني ربنا مش بيسيب، ربنا بيدي كل واحد على قد نيته. ممكن يبقى حد بيتفرّج عليكِ دلوقتي وبيقول ممكن أقول على حاجة قول. ولو مش عاجباكِ نشيلها، لا قول. بجد. والله قول. ما ممكن حد يقول دلوقتي ما أنتِ يا أسما دخلتِ على برنامج وأخدتِ فكرة حد. عمري ما خدت فكرة حد، حبر سري عمري ما كانت فكرة حد، وما تشيلش السؤال ده، بالعكس حبر سري ده عمره ما كان copy paste من أي حد. نفس يعني لأ خالص، ولا الديكور ولا الفكرة ولا الحلقات ولا الفقرات ولا أصلًا category ضيوف حتى. إمم. لأ طبعًا. بس بيتقال كده من قِبَل ناس تانية. يتقال، بس دي مش حقيقة. طب ما أنا بعد حبر سري ما شاء الله لقيت كتير أوي حتى الديكور بيتاخد. قولي بقى. طلعت قُلت؟ ما لأ، طلعتش ما أنا قُلت. عايزِك تقولي ده. لا طبعًا، ولا يفرق معايا كويس. أنت لمّا تبقى عامل حاجة كويسة وحد بيعمل زيك، دي حاجة حلوة جدًا، تثبت إن أنت ناجح. يا سلام عليها وعلى الثقة إمم. بتاعتها. الله، الله، الله. أنت عارف أكتر جملة باقولها بيني وبين نفسي، باقولها للناس القريبين مني إيه؟ بدل ما تلبسي أي accessories، تحلّي بالثقة. الثقة بالنفس أحلى من إكسسوارات وتعملي وتخلّي. لو أنتِ عندِك ثقة بنفسِك وطلعتِ أصلًا ببيجامة، هتبقي ما فيش منِّك اتنين. بس غصبٍ عن بعض السيدات معيّنة نفسيتهم بتخلّي نفسهم عندهم insecurities، بيخلّي عندهم عدم ثقة في نفسهم، مش شرط علشان خاطر هم وحشين، علشان ما فيش ست وحشة في الدنيا كلّها. ما افرضي حد أبوها ما كانش بيقول لها كلام كويس وهي صغيرة، ما دخلتش علاقة سوية، غصبٍ عنهم ما بيبقاش عندهم ثقة بنفسهم، فأنتِ ممكن يبقى كلامِك صح على فكرة، بس ممكن يبقى كلامِك بالنسبة لناس تانية مش عارفين يعملوا ده. اعملوا ده، خلّيكم أقويا. هتعمل إيه؟ مش تخلّي عارفة. أنتِ بنفسِك، تخلّي ثقتِك بنفسِك، مش محتاجة حد يقول لِك أسمع أنا أنتِ وأنتِ حلوة، نعرف أنتِ جميلة، أنتِ مش أسمع أنا محتاجة. وأنتِ نعرف بنات زي القمر بيقول لِك هو أنا حلوة بجد؟ أنا شكلي مش مش حلو، محتاجة حد يقول لِك. غصبٍ عنها ناقصِك إيه؟ ثواني. هي شايفة نفسها. أنا ساعات كنت باعمل مثلًا ask على الإنستجرام، فبتيجي لي بنات كتير من النوعية دي، أقول لها ناقصِك إيه؟ مش ناقصِك أي حاجة، الحمد لله فضل من عند ربنا عندِك كل حاجة. مش محتاجة حد يقول لِك أنتِ فظيعة، أنتِ جميلة، مش معنى إنِّك يعني اتأخرتِ شوية في الجواز إنِّك قبيحة، مش معنى إنِّك مش عارفة حد بيقول لِك كذا إنِّك مش حلوة، بالعكس، بالعكس.
مفيش واحدة على وش الأرض في العالم وحشة، كل واحدة ليها جمالها الخاص شكلا وموضوعا وطريقة وأسلوب. إمم. مفيش واحدة وحشة، ما اتخلقتش الحمد لله، ربنا عمره ما خلق ست وحشة. حتى لو هي شايفة نفسها كده، أكيد انت عندك نقطة جميلة مش عند أي حد في الدنيا. فنمّيها، نميها، اشتغلي فنمّيها. عليها. أنا اللي هالعب الزهر ليكِ يلا النهارده، بينا. نشوف حظِّك هيبقى إيه. ماشي. 8. 8 ده بيقول إيه؟ انت مش بتلاحظ ان انا ارقامي كلها اغلبها بتيجي زوجي؟ يا شيخة ما هو جِه أصلًا رقم 8. خلاص العب حاجة تانية، العب حاجة الإجهاد تانية، جِه قبل كده. العب حاجة تانية. مش الزهر مش قابل يلعب لها. 6. الله، لا العب تاني، العب تاني. لأ العبي أنتِ بقى. لا 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 أنتِ لا بس. لا 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 يلا. 10 اهو، ما جاش قبل كده الهلال اهو. هرمون الهلال النوم، اهو، بحب انا ميلاتونين. ميلاتونين. ده انا sleep باخده ده ساعات sleep على فكرة. هرمون. إيه حلم أنتِ حلمتيه لسه مأثّر فيكِ أو فاكراه لحد النهارده؟ العمرة. احكي لي بقى. يعني مرة كده كان عندي شغل قوي، وكانت فترة زحمة يعني. كان ساعتها كمان فرح حاتم، فبنجهز الفرح، وانا كان عندي شغل وكان عندي سفر بره كتير، فمضغوطة جدا. نمت في يوم ما كنتش في مصر، يعني كنت مسافرة، فحلمت ان انا قدام الكعبة وان انا بعمل عمرة. انا قمت من النوم ده تقريبا حجزت العمرة، اللي هو خلاص بعد فرح حاتم بيومين هسافر، إمم. وقد كان عملت كده فعلا. ياه! والله اللي هو الفترة دي فعلا ما كانش عندي وقت خالص، وداخلين على رمضان، وحاتم قال لي انا هروح شهر العسل بسرعة، هقعد اسبوع وارجع ونبتدي تكوني جهزتوا اللبس عشان رمضان مضغوطين جدا. سبت كل ده وطلعت عمرة، عملت كنت مش قادرة. حسيتِ إن دي رسالة من ربنا ليكِ. حسيت ان انا محتاجة ده. حسيت ان انا انت بتعملي كل حاجة تسعدك بس ما عملتيش ده، فده انت محتاجاه قوي. إمم. من ساعتها والله العظيم لسه الايام دي بقول لهم انا بعد رمضان انا هطلع عمرة. دي كانت أول مرّة تعمليها كانت اول عُمرة؟ مرة اعملها في حياتي. يا شيخة! والله. فربنا يعني هي رسالة. امم باقول لك أنا وصلت عند الكعبة، أنا ما أعرفش كنت عاملة زي الطفلة، ماشية باجري وباعيط، ما أعرفش ليه، باعيط، أنا باعمل الطواف وأنا منهارة عياط، وكان ساعتها صلاة الفجر، وعمّالة يعني باكلم ربنا، والناس بتقول عليَّ مجنونة مثلًا، ماشية عمّالة أبُص للسما وأعيط، ما أعرفش كان إيه اللي بيحصل لي، بس كنت حاسة إن هي زي ما يكون دي رسالة جات لي، والله ومن ساعتها وأنا عايزة أروح تاني، ناوية عايزة أروح تاني. تفتكري إيه الدعوة اللي أنتِ فضلتِ تدعيها طول الوقت، طول الوقت، بيبقى غصبٍ عن البني آدم كده صح. سبحان الله في عندك دعوة دعوة معيّنة. بتجري كده لوحدها صح. وبتفضل هي اللي معاكِ، إيه الدعوة اللي كانت اللي هو ملازماكِ؟ أكتر دعوة باحب أدعيها لنفسي، يا رب اكرمني، اكرمني واكرم كل الناس، يعني يا رب سامحني، يا رب اعفو عننا. بُص ربنا لمّا يسامحك ويكرمك ويعفو عنك هييسّر لك كل حاجة، هيعمل لك كل حاجة ببساطة، مش هتشقى، مش هتتعب، مش هتتأذي، هتكون زي ما يكون عليك ستر كده وغطا من ربنا. تمام. فدي أكتر دعوة أنا بادعيها، يا رب استرها معانا، احفظنا، ارضي عننا يا رب، اعفو عنا يا رب، على طول بادعيها. آمم أنا باتكلّم مع ربنا حتى في العُمرة، يا رب أنا عارفة إن أنا مقصّرة معاك، يا رب أنا عارفة إن أنا مش محجّبة، مش ملتزمة، بس يا رب سامحني، يا رب أنت ربنا. والله باقعد أتكلّم زي الأطفال، باحس إن أنا باكلّم زي ما أكون باكلّم بابايا، عارف اللي هو سامحني أنا باعمل حاجات غلط بس سامحني. بس بعديها باحس إن ربنا بيراضيني، بيطبطب عليّا، اللي هو أنتِ جواكِ كويس، يعني فاهم، أنتِ ما بتأذيش حد. بيوصل لِك الرسايل بتاعته، بيوصل لي رسايل، ونعم وبالاقي بالله. ربنا باعت لي خير كتير أوي، بابقى مبسوطة، وابقى عارفة إن ده رضا منه، من عند ربنا سبحانه لمّا وتعالى. تروحي العُمرة المرّة الجاية ممكن تدعي لي؟ طبعًا، هادعي ادعي لي، لكل الناس. ادعي لي. ماشي، العبي أنتِ بقى. لأ ماشي. استني في سؤال تاني عايز أسأله أنا قُل. آسف. إيه الحاجة اللي طيّرت النوم من عينِك؟ خبر طيّر النوم من عينِك، حاجة زعّلتِك، لأ ممكن حاجة فرّحتني؟ حاجة فرّحتِك طيّرت النوم من عينِك؟ آه. قولي حاجة فرّحتِك طيّرت النوم. كنت مسافرة، وتحديدًا في الChristmas الNew Year اللي عدّى ده أنا والولاد، فبعدين أنا جالي تليفون من حاتم إن خلاص ميعاد ولادة ابنه يوم 2/1، ياه! وأنا أول مرّة أبقى عمته. الليلة اللي خلاص ابنه هيتولد فيها دي أنا رجعت طبعًا على طول. فالليلة اللي ابنه هيتولد فيها دي أنا قاعدة صاحية، حاسة إن أنا زي ما أكون يا رب بقى اليوم يعدّي بسرعة، أنا عايزة أروح المستشفى بسرعة. وفعلًا كان أول واحدة شافته وهو طالع من اسمه عمليات. إيه؟ إبراهيم على اسم بابا. يا رب، يا رب، يا رب آمين اجعله يا رب، ذرية صالحة احفظه يا رب اللهم آمين، العالمين. ده روح ربنا قلبي ده. يجعله برج الجدي زيي على فكرة. جميل، حاجة آه، كده اللي روح خاطفني أوي ده. ربنا يا رب يجعله ذرية صالحة. اللهم آمين. يعني أنتِ عمّة لذيذة. ده روح قلبي، ده بج نور عيني ده، يا لهوي! بس ولادِك يغيروا.
لا 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 بيموتوا فيه، بيحبوه جدا. هلعب لك اللي جاي ولا تلعبيها انت؟ هتلعب انا. ماشي، لا اتفضل. 3 3 ما جاتش قبل كده اهي. 3 فين يا استاذ؟ بص بص بص، بص الارقام اللي بتجيلي، زرع انا بحب قوي رقم 3. انا ونبات. بالنسبه لي 3 و7 هما ماي لاكي نمبرز. تفتكري ده عباره عن ايه؟ حاجه ليها علاقه بالنمو اكتر، الازدهار. جروث هرمون، هرمون النمو. صح. جروث هرمون او هرمون النمو. ده كان رقم كام قلنا؟ 3. 3. طيب بس لازم بقى اشرحه للناس. مم. انتظري. هرمون النمو طبعا هو ناس كتيره جدا عارفاه، وهو بيساعد الانسان في بناء العضلات وبناء الانسجه وبناء العضل، بس احنا هناخده بطريقه تانية. آه لو حياتك بصيتي عليها كده في النمو بتاعها وكل حاجه، تسميها بايه؟ تسميها ايه؟ قصه كفاح، تسميها سعي، تسميها اليقين. نقي حاجه كده. اليقين. يقين في الله. يقين في الله سبحانه وتعالى. مش هقول لك قصه كفاح، انا مش هكدب يعني، هم. ما كافحتش. هم. مش هقول لك ان انا انا حتى في الصخر، لا انا مش هقول انشا، انا طبيعيه بتكلم اللي جوايا الحقيقي يعني. فلا، يقين. يقين بالله ان انا ان شاء الله هعمل حاجه كويسه، ان انا عايزه حاجه كويسه، ان انا لما اشتغل هنجح. فكان يقين يعني، انا تملي بصدق قوي، بصدق حلمي قوي، بصدق نفسي قوي. أنا عايز أقول لك إن أنا باحس إن اليقين، إن اللي عنده يقين في الله، طول عمري باقولها ولمّا ييجي أي فرصة أقولها تاني، هاقولها تاني وتالت ورابع. عمر ما ربنا بيزرع جوّه قلب بني آدم رغبة أو حاجة إلا أمّا ربنا بيحققها له، بالظبط. بس أنت لازم يبقى عندك يقين. عندك يقين ان ده هيحصل، صدق نفسك قوي، ده ربنا يحببني في الحاجه دي فربنا هيعملها لي. ده اكيد، ده اكيد. ده انت لما تطلب حاجه من حد تقول لك انا مثلا انا واثقه فيه، طب صح، تخيل ده ربنا بقى. لا طب. صح. إيه الدرس اللي اتعلمتيه في حياتك؟ درس اتعلمتيه في حياتك مهم. وأمنية حياتك تعلميه لولادك؟ انا نفسي اعلم بنتي بالذات الولد، انا تملي بقول يعني الراجل راجل. يعني انا شويه هتلاقيني شرقيه في الحته دي، ان الراجل راجل في الاخر. يعني الدنيا هتعلمه، لو هو انت ما علمتوش في البيت الحياه هتعلمه. بس نفسي اعلم مليكه ان آه، ما تديش ثقه لكل البني ادمين اوفر قوي او تو ماتش اللي انت يعني مصدقه كل الناس. خليكي واثقه في نفسك، خليكي عندك القوه ان انت مثلا بلاش جو اللي هو ايه، انا اتخرج اتجوز، عارف انت الاجواء لا، خليكي عندك القوه ان انت لازم تكوني حاجه وتبقي بانيه حاجه وبانيه حياه في دماغك، عايزه تكوني كذا. امشي ورا حلمك، صدقيه. إمم. لان ما ينفعش خالص ان نقعد نرسخ طول الوقت في بناتنا ان مثلا اتعلمي، خدي جامعه، اتجوزي. اوكي تمام، ده حاجه حلوه جدا، ده يعني دي سنه الحياه. بس لازم يكون عندك حلم وطموح، إمم. لازم تكوني حاجة، لازم تكوني ناوية تكوني ده، حابة ده. أنا من دلوقتي باقعد أقول لها كده، هي 8 سنين وباقعد أعلمها ده. لو أنتِ رجعتِ لورا، إحنا بنتكلم على هرمون النمو، لو أنتِ إمم. رجعتِ في حياتِك لورا لسِن متأخر 10 سنين، تدّي لنفسِك نصيحة إيه علشان خاطر ده وكسِك دلوقتي؟ يعني صفة فيكِ وكستِك، فلو كنتِ رجعتِ ل10 سنين، لأ مش هاعملها أو ما هاغيّر أيوه، فيّا. ما هو اللي هو بتصدّق الناس بسهولة دي، لأ بلاش، ما فيش الكلام ده، خلاص لأ. ما بقيتيش تصدقي أي حد بسهولة. لأ خالص. إحنا قدامنا هرمون واحد بس، لإن أنتِ إمم. ما ينفعش تخلّصي كل الهرمونات. إمم. اختاري لِك حاجة بالشكل، حاجة بالشكل. أو أنتِ قولي لي تفتكري الأشكال دي إيه؟ عايزة هرمون واحد عشان حاساه هرمون الحب. حاضر. شايفاني بتقولها إزاي؟ ممكن تقوليها تاني؟ هرمون، هو عندها حق، هو اسمه، بس السؤال اللي هاسأله هتردي عليه بتفاصيله. حلو. أوكسيتوسين اللي إمم. هو هرمون الترابط أو the bonding هرمون، إمم. معروف بهرمون الترابط أو هرمون الحب والتواصل ما بين الناس، بيتفرز جدًا لمّا حد بيحب حد، لمّا إمم. حد بيحضن حد، لمّا بتحس بالترابط معاه. آآ لو في حد أنتِ بتحبيه جامد جدًا، جدًا وهو عارف إن أنتِ بتحبيه أوي، إمم. تحبي تقولي له إيه؟ أقول له أنت أغلى حاجة في حياتي. اللي هو مين بقى؟ طبعًا إحنا اللي هو عارفين. جوزي. حالة الحب اللي عندِك دي، ما شاء الله ربنا الحمد يحفظها، لله ما يا شاء رب، الله، ما الله شاء الله أكبر، ما touch wood شاء الله، بقى. ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب آمين يا رب. ويديمها نعمة. جات من إيه؟ حسيتِ في إيه فيه خلّيتِك يوصّلِك للمرحلة دي؟ يعني لو الأمان.
وهل أنتِ ما كنتيش حاسة بالأمان قبل كده؟ لمّا هو كنا بعيد عن بعض لأ، في أمان كده نوع معيّن، في إحساس سعادة، في ثقة، في حاجة حلوة كده، الحمد لله. الشعور بالأمان ده بيوصّله لِك إزاي؟ إن هو تملّي على طول بُص يعني أمّا آجي أشتكي من أي حاجة وأتكلّم في أي حاجة، يقول لي: "ارمي كل حاجة ورا ضهرِك، ما تبُصّيش ورا ضهرِك، إمم، كل ما تبُصّيش ورا ضهرِك خلاص." إمم، فده إحساس بالأمان، إن الإحساس اللي هو مثلًا ممكن تعمل حاجة غلط وتيجي تقول أنا عملت أصل أنا غلطت في حاجة، فمش تتعاقبي بقى وإزاي تعملي كده، اللي هو طَب أنتِ عملتِ التصرُّف ده، طَب أنتِ مش شايفة إن هو غلط، طَب خلاص يعني فكّري في حاجة قبل ما تعمليها. فبعض الأحاسيس وبعض المشاعر وبعض الأساليب في التعامل بتدّيك ثقة وأمان وتحس إن أنت مش مع جلاد. في رجالة بتبقى عايشة دور اللي هي سي السيد، جلاد، إمم. ممكن مثلًا مراته تخاف تحكي له أي حاجة بسيطة. هو صديق بيسمع لِك وبيتكلّم بالضبط، معاكِ. أنا تملّي أنا وهو إحنا بنقول إحنا أصحاب، يعني إحنا ساعات نتفق طَب تيجي نقعد قعدة صحوبية ونتكلّم في كل حاجة، في فرق مش لازم يبقى الجوز اللي هو بقى أصل جوزي اللي هو ما ينفعش أحكي له ده وأروح أحكي لصاحبتي أو مامتي أو أختي، أوكي ده حلو، بس ليه ما يكونش جوزِك صاحبِك؟ إمم. ليه ما تحكيلهوش كل حاجة، ليه ما تتكلموش مع بعض في كل حاجة، في شغله، في شغلِك، في الحياة عامةً، في كل ما حاجة، بيدّوش فرصة لبعض، الزهق ما بيدّوش فرصة أنتم لبعض. اللي عاملين الملل ده، أنتم اللي عاملين الروتين والملل، الحياة بسيطة جدًا، سهلة جدًا، ساعات انسوا خالص إن أنتم متجوزين ونتكلم ساعات أقول لهم تيجي نتكلم راجل لراجل، إمم. ونتكلم ممكن في حاجات في شغله، في أفكار عندي، في أفكار عنده، في حاجات مهمة، في أمور الحياة، مش لازم يعني يا جماعة إزاي أصل الولاد عايزين، أصل إحنا عايزين، أصل ده جو. إزاي أكسر روتين العلاقات الزوجية، اللي الناس كلّها دلوقتي بتتضايق منها؟ بُص، أنا يعني أنا مع جدًا إن ده بيرجع 50% للراجل و50% للست. إمم. آآ أنتِ حاولي تكسري القاعدة شوية، اطلعي كل مرّة من القاعدة دي، يعني بلاش اللي هي حياة ثابتة، حياة يعني مُمِلّة، إمم. لأ اعملي أفكار جديدة، اعملي حاجة جديدة، غيّري في كل حاجة، في طريقتِك، في لبسِك، في أسلوبِك معاه، هو اطلبي منّه ده، لو هو مش بيعمل ده اطلبي منّه ده، إيه رأيك نجرّب كذا، إيه رأيك نعمل كذا، تعالَ نتكلّم في موضوع النهارده عايزة أتكلّم وآخُد رأيك فيه، أنا فكّرت في حاجة، إيه رأيك نعمل ده والّا لأ؟ إمم. حتى لون شعرِك، حتى لبسِك، لون شعرِك إيه يا أسما؟ بقى في واحدة ست هتروح تقول لجوزها ده ليه لأ؟ بيغيّروا، ده بيعملوه الأصفر، الأحمر، كده ما إيه بيبقاش لأ، شايف لأ، أصلًا. لأ، لأ، يا شيخة أنتِ اللي لأ. مش مخلّياه ينتبه ليكِ، أنتِ اللي مخلّية نَفْسِك هامش، أنتِ مخلّياه مش واخد باله منِّك طول الوقت، الرجالة ما بتهتمش بالحاجات دي. بتهتم، مش كل الرجالة كده، بس الست تقدر تخلّيها تهتم، مش كل الرجالة كده، بالعكس، بالعكس، أنا ساعات ممكن أبقى آخُد مثلًا في لون المانيكير بتاعي، بافكّر أعمل كذا، فكّر معايا، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ بالطريقة بُصّي أقول لك على حاجة، طول ما أنتِ عاملة كل حاجة لجوزِك ومغيّرة حياته وعاملة له جو هَبي واستقرار وأمان، هو نَفْسه هيكون مشدود لِك. إمم. الراجل اعملي له بطبعه حياة، بالضبط، اصنعي له اعملي له identity، حياة، اصنعي له الراجل حياة. بطبعه طفل، إمم. اصنعي له حياة، يا رب يا أخويا ألاقي أسلوب واحدة تصنع لي جدي حياة، يا رب ألاقي واحدة تصنع لي والله مش حياة. باهزر. ماشي. هو نفسه هيبقى مشدود ده، عايز يرجع البيت بسرعة، عايز يقعد معاكِ، عايز يتكلم معاكِ، أفكارِك كويسة، بتفكّري معاه في حاجة كويسة، بتفكّري في حاجات جديدة، بتبنوا مع بعض مستقبل، بتفكّروا تبنوا ده، تعملوا ده، تخلّوا ده. والله العظيم الراجل طفل، أنتِ تقدري تحتويه بكل الطرق البسيطة جدًا. أنا مستني رأيكم. يا رب، يا رب والله العظيم، لإن فعلًا في ناس ما بتقدرش تعمل ده، في ناس كتيرة ما بتقدرش تعمل ده، في ستات بتهاتي مع الرجالة، وفي رجالة غصبٍ عنها مش ده اللي في بالها، في بالها النهارده يروحوا يجيبوا المصاريف، يروحوا يعملوا حاجات، أنا يروحوا. ما باقولكش طول النهار، لأ. الوقت اللي هو راجع فيه من البيت ده، الوقت ده بُصّي، وقت ما جوزِك رجع البيت، الوقت ده بتاعِك أنتِ وهو ولو عندكم ولاد، إمم. بس مش بتاع حد تاني، صح. الوقت ده بتاعكم أنتم. عندِك حق، لإن في ناس غصبٍ عنها السوشيال ميديا والسوشيال لايف والسوشيال ستاندردز والcommunities وبقوا يدخلوا ويجيبوا أصحابهم ويجيبوا كل حاجة، فما بيبقاش في وقت ليهم فعلًا بتاع خلاص ما هو the كده، family time يعني. ما فيش family خلاص الموضوع هيبقى ما مش موجود أصلًا، وهو صح. هيكبّر دماغه منِّك مع الوقت، وأنتِ هتتشغلي بحاجات ممكن بعد كده تتفاجئي إن هو دخل حياته حد تاني، هو يتفاجئ إن أنتِ ما بقيتيش تحبيه، هتلاقي كلاكيع كتير، لكن طول ما في لغة حوار وبتتكلموا مع بعض أنتِ عاملة ترابط في البيت ده، وعاملة جو أسرة في البيت ده، خلاص هو هيدوّر على الوقت ده، وقت الراحة، الهدوء.
صح. الوقت اللي أنتِ هو مرتاح فيه، الوقت اللي أنتِ عاملة له مثلًا أكلة مختلفة بيحبها، الوقت اللي أنتِ عاملة له فيه جو وmood حلو، بتاخدي وتدّي معاه في الكلام، مش بتعاقبيه، هو مش baby أنت إزاي تعمل لأ خالص، حتى لو عمل حاجة غلط، الغلط اللي هو الطبيعي المسموح، طب خلاص مش مشكلة، أنت عملت ده نعدّيها، النهارده نعدّي خلاص يا الليلة عم، عشان ماشي، الدنيا تمشي. بالضبط، لكن مش كل حاجة اللي هو إزاي لازم تعمل ده وتخلّي ده ده كلاكيع أوي. بُصّي بقى، آخر هرمون اللي هو هرمون على اسم البرنامج، اسمه إمم، دوبامين. الدوبامين. هتخيّلي إمم، نَفْسِك كده اللي هو هرمون المكافأة والسعادة، آه، هتتخيّلي نَفْسِك life coach خلاص، أوكي، أو دكتورة تنمية بشرية، أوكي. هتبُصّي للناس وتدّي لهم نصيحة short وبالآخر. إزاي الواحد أو أنتِ إمم. إيه الحاجات اللي ممكن تحسّسِك بالسعادة وتنصحي الناس بإيه عشان تحسّي بالسعادة؟ بُص أنا هانصح الستات تحديدًا، اتفضّلي يا فندم. البنات أو الستات عامةً، أهم حاجة ارضوا باللي ربنا ادّاه لكم، ارضوا بيه كامل يعني كامل مُكتمل، كلنا واخدين ال24 قيراط بتوعنا، بس نمّوا اللي عندكم، ممكن تكون عندِك حاجة مش عندي، نمّيها. اسعدي نفسِك واسعدي اللي حواليكِ بهدوء، خلّي البيت حلو، خلّي الحياة حلوة، بلاش كلاكيع، بلاش نقف لبعض على الواحدة وحاجات تافهة، وفي الآخر بتاخدوا وقت ومجهود وطاقة على الفاضي. الحياة أبسط من كده، فكّروا طول ما أنتم بتفكّروا تسعدوا نفسكم هتكونوا سُعدا، لكن طول ما بتفكّروا في المشاكل وفي التفاهات هتيجي منين السعادة وأنتم شاغلين نفسكم بحاجات زي كده. أسماء أنا بجد، بجد، بجد أنا مبسوط جدًا إن أنتِ كنتِ معايا Thank you يا النهارده، حسام ربنا يخلّيك. كانت حلقة خفيفة ولذيذة، أنتِ إيه رأيِك صحيح؟ لأ حلوة جدًا، لا بجد والله، والله حبّيت، بجد. بجد وبعدين أنا على طبيعتي، أنا ما باعرفش أمثّل على فكرة. بدل بقى ما تقعدي تقولي رُد على السؤال و3 اختار منهم. تخيل بقى أهو دي الشخصية التمثيلية بتاعتي، دي الطبيعي بتاعي 3 دلوقتي. تختار منهم دلوقتي وتوقّعي الناس في والله ده بعض. التمثيل بتاعي. ارحميني، ارحميني يا ده الطبيعي بتاعي أنا ارحميني دلوقتي. يا شيخة. أسماء داخلة بكرة، داخلة بكرة. بكرة أحضر تصوير من يلا الحلقة تعالَ دي. أي وقت، يا سلام والله والله أي ربنا وقت، يخليكِ تعالَ والله، أي وقت. ربنا يخليكِ. أسماء بجد شرفتيني Thank you يا حسام ونورتيني ربنا بجد. يخلّيك. حلقة جاية من بودكاست دوبامين وخليكم سُعدا وإن شاء الله خير.